بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على أفضل الصلاة والسلام. 90% من حالات الزواج الفاشلة بتبقى باينة من أولها، بس احنا اللي بنتغاضى عن أي حاجة بنشوفها ونقول يمكن تتغير، يمكن مثلا البنت تكون مضغوط عليها، يمكن أهلها مأثرين عليها. ممكن برضو الشاب البنت تقول يمكن الشاب يكون مضغوط عليه من الشغل، من بيتهم، من عارفة ايه. انا مش بتكلم طبعا على حد معين، مش جاية مع البنات ضد الشباب ولا الشباب ضد البنات. زي ما في ناس سيئة في ناس حسنة، زي ما في بنت او ست كويسة في ست وحشة. كل انسان جواه الخير والشر. ياما ستات مظلومة والله يا عيني. في واحدة اعرفها اتجوزت مرتين وخلفت من الاتنين، والجوازتين اسفت واضل من بعض. مضطرة يا عيني تعيش. طب هتعمل ايه؟ هتقعد بقى بيت ابوها كل عيل من اب؟ هتعمل ايه؟ ربنا يعينهم. مش كل البنات كويسة ولا كل الشباب وحشين، ولا والعكس صحيح. بس المهم ان انا لما الاقي تصرف من الطرف الاخر في فترة الخطوبة ما عدوش بسهولة، عدوش. التصرف ده تأكد ان الطبع بيغلب التطبع. عمرها لما تروح بيتك ما تتغير، وانت برضو عمره لما تكوني انت في بيته هيتغير. لا، البخيل هو بخيل، واللي ما بيصليش هو برضه ما بيصليش، والسافل وقليل الادب هو فعلا سافل وقليل الادب، والبنت صليطة اللسان هي فعلا صليطة اللسان. مهما تجملت قدامك هي برضه يا ابني صليطة اللسان. والزوجة صليطة اللسان ما تتعاشرش، ومش ممكن انت هتقدر تعيش معاها وتكمل معاها ابدا. مهما كنت انت طيب هيجيلك وقت، واتقي شر الحليم اذا غضب. هيجيلك وقت وهتنفجر مرة واحدة، وربنا يستر يكفيكم شر ولاد الحرام يا رب العالمين. الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.